ضيفي العزيزين، نبدأ في المحور الأول. أنت أستاذ أحمد في فريق العدالة الانتقالية. كيف تم أولا بصفة عامة تقسيم فريق العدالة الانتقالية بالدرجة الأولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا أشكركم على استضافتنا في هذا البرنامج. وأما بالنسبة لما تفضلت عن كيف تكونت فرق أو مجموعات العدالة الانتقالية، طبعا بعد انتهاء الجلسة العامة الأولى تم تقسيم المؤتمر أو أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى 9 فرق فرعية. نحن في العدالة الانتقالية في أول يوم قمنا بانتخاب رئيس ونائبيه ومقرر، ومن ثم قمنا بتقسيم فريق العدالة الانتقالية إلى 9 مجموعات مصغرة. هذه ال9 المجموعات في الأصل مقسمة إلى قسمين: قسم تحت مسمى العدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية، وقسم تحت مسمى القضايا ذات بعد وطني. فشمل القسم الأول الصراعات السياسية من 62 شمالا و67 جنوبا إلى يعني ممكن نقول إلى يومنا هذا أو إلى 2011. وكذلك يعني مجموعة اشتغلت في المخفيين قسرا، ومجموعة اشتغلت في الانتهاكات التي حصلت من 2007 جنوبا ومن 2011 في يعني الثورة على مستوى اليمن. أما القسم الآخر الذي هو تحت مسمى قضايا ذات بعد وطني فشمل قضايا النازحين وقضايا الإرهاب وقضايا استرداد الأموال في الداخل والخارج، المنهوبة يعني. المنهوبة. أوكي، طيب نتوقف هنا ثم ننتقل إلى أخي محمد طاهر. أنت في فريق الجيش والأمن، تم تقسيمكم كما هو معروف إلى جيش وأمن واستخبارات ومبعدين قسريا. نعم. أنت هل التحقت في مجموعة محددة؟ أي نعم، مجموعة الجيش. نحن في فريق الجيش والأمن كما تفضلت 4 مجموعات، وكنا نعمل يعني كفريق واحد. فريق الجيش والأمن بالذات ربما كان أكثر الفرق يعني من ناحية التقارب في الآراء والتقارب في التطلعات والأهداف، لأن الهدف واحد. يعني ذابت الفروق الحزبية والمكونات بيننا في عمل هذا الفريق بالذات، لأن الهدف واحد، وهو تكوين جيش وطني مهني يحمي البلد ولا يحكم. واستفدنا يعني من التجارب التاريخية الكثيرة، وكان تقسيم هذه المجموعات على جميع المناحي التي يحتاجها هذا الفريق، فريق أسس بناء الجيش والأمن. فكانت مجموعة الجيش مختصة بالعمل في حول وزارة الدفاع وما فيها، والجيش اليمني والمناطق العسكرية والجوية والبحرية والبرية، بينما كانت مجموعة الأمن بناء الأمن تختص بوزارة الداخلية والأجهزة التي تتبعها. وخصصت مجموعة الاستخبارات للأجهزة الاستخباراتية، الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية كذلك. وكانت مجموعة المبعدين قسريا من الجنوبيين وغيرهم كذلك هي إحدى المجموعات التي تخصصت في هذا المجال، وخاصة للعسكريين الذين تم إبعادهم ظلما في السنوات الماضية. هو طبعا هناك سؤال ملح: كيف تم تقسيم مسألة فريق الجيش والأمن وإقحام مدنيين في هذا الفريق؟ هل كان هذا القرار صائبا، أم أنه مسألة إقحام، أم أنه مسألة إسقاط واجب؟ سوف نناقش هذا الموضوع، ولكن بعد أن نتابع وإياكم مع التقرير التالي، ثم نعود إلى الاستوديو لمتابعة هذا الحوار.
جدول أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار شهدت اليوم استعراضا لآلية عمل الجلسة العامة واستيعاب الملاحظات والمقترحات حول القرارات الواردة في التقارير المرفوعة من فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر. وأرجأت رئاسة الجلسة التصويت على القرارات حتى تتمكن فرق العمل من استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من ممثلي المكونات السياسية والمستقلة والمشاركة في المؤتمر ومعالجتها برؤية توافقية. فريق الحكم الرشيد عرض ملخصا للتقرير النهائي للمرحلة الأولى لعمل الفريق أمام الجلسة العامة التي عقدت برئاسة محمد قحطان نيابة عن نائب رئيس مؤتمر الحوار عبد الوهاب الآنسي. قدم فيها رئيس الفريق أفراح بادويلان أهم القضايا ذات الصلة بمحاور سيادة القانون وأسس السياسة الخارجية وتوازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة العامة. وتناول التقرير خطة عمل الفريق بشكل تكاملي خلال شهري أبريل ومايو والأنشطة التي قام بها في عمل مجموعاته المنبثقة من الفريق والتي تضم مجموعة محاربة الفساد والعدالة والمساواة إلى جانب مجموعة دور الأحزاب. وأشار التقرير إلى أهمية تطبيق الأسس الدستورية والحقوق والواجبات المتعلقة بالحكم الرشيد. هذا وستناقش الجلسات القادمة تقارير مختلفة لفرق العمل وإقرار التوافق عليها من قبل لجنة التوافق لتقديمها إلى رئاسة المؤتمر، فيما سيتم مناقشة قضايا مفتوحة للحوار في الجلسة النهائية. تدشين الجلسة العامة الثانية للمرحلة النصفية للحوار الوطني افتتحت قبل يومين ووجدت ترحيبا إقليميا ودوليا، وكانت بدأت بمناقشة استقلالية الهيئات في جلساتها اليومية المستفيضة المقدمة من فرق العمل المنبثقة بالحوار الوطني. شيخ أحمد، يقال بأن حزب الرشاد اليمني السلفي لا يمثل التيار السلفي بصورته المعروفة الكاملة، بل يمثل أحد الاتجاهات الأخرى، هذا صح؟ هو أولا ينبغي أن نقول يعني أن الحزب الرشاد هو لكل اليمنيين وليس لطائفة معينة، يعني لأنها اسمه حزب الرشاد اليمني، هذا يعني تسمية رسمي. فهو حزب مفتوح لكل اليمنيين بإنشاء سلفي. نعم. يعني الذين قاموا بتأسيسه ممكن هم يعني من يحملون الفكر السلفي، لكنه هو حزب مفتوح لكل اليمنيين. هذه قضية. القضية الثانية طبعا لا يمكن نقول أنه يعني سيستوعب يعني الناس كلها. لماذا؟ يعني أنا أقصد دخولا فيه، يعني دخولا فيه، لكن هو مفتوح يعني فاتح، يعني هو يمد يديه لكل اليمنيين أن يدخلوا فيه. إذن ويمثل كل اليمنيين، يمثل كل مختلف الطوائف، مختلف الديانات. لا، أصلا من شروط العضوية أن يكون يمني مسلم، هذه من شروط العضوية. جميل. أخ محمد، أنت عضو في فريق الجيش والأمن وبالذات في الجيش. نعم. لماذا تم دخول 50% من أعضاء الفريق في الجيش؟ كنت قد طرحت هذا السؤال قبل التقرير. 50% من المدنيين تقصد؟ مدنيين و50% من الجيش. بالنسبة لفريق الجيش والأمن كان الانضمام إليه بناء على المكونات وليس على يعني أن يكون من الجيش أو مدني أو أمني أو غيرها من الأشياء، فكانت المكونات هي التي تقدم. وبعض المكونات في مؤتمر الحوار كما هو معلوم مكونات مدنية بشكل يعني كامل، مثل مكون الشباب والمرأة والمجتمع المدني، فكان من الضروري أن يكون في فريق الجيش والأمن شخصيات مدنية وشخصيات عسكرية، وهذا شيء طبيعي ومطلوب أن يكون. ماذا يمكن أن يضيفه المدني لفريق الجيش؟ في الدول المتقدمة الذي يكون غالبا وزير للدفاع شخصية مدنية، لابد أن يكون للمدنيين علاقة يعني بالجيش ومعرفة واطلاع، بحيث يكون الجيش هو مؤسسة من مؤسسات البلد والمجتمع المدني مرتبط، وهذه الأمور والمعلومات أكثر من يحتك يعني بالأجهزة الأمنية. أولا هم المدنيين الذين يجب أن يساهموا ويساعدوا في بناء الأسس السليمة لهذا الجيش وهذه الأجهزة الأمنية التي ستخدمهم وتحميهم وترعاهم، بحيث لا يحصل نوع من
التصادم كما ربما يحصل في بلاد أخرى. الجيش نحن نريده، وهذه أصبحت أعتقد وجهة نظر عامة في بلادنا، جيشا وطنيا يمنيا شريفا ويحمي البلد ولا يحكم، لأن الوضع في البلد أن الجيوش التي تحكم غالبا ما يعني يستمر حكمها بناء على إشكالات ومواجهات وانقلابات فالأفضل أن يكون الجيش هو لجميع اليمنيين ويحميهم ويرعى مصالحهم ويحمي سيادة البلد، وكذلك الأجهزة الأمنية. فلذلك لا بد أن المدنيين يساهموا في هذه المسيرة. طيب أعود لي الشيخ أحمد. عدد أعضاء حزب الرشاد في مؤتمر الحوار الوطني 8 أعضاء. 8 أعضاء. توزعتم على أكثر من فريق؟ على أكثر من فريق. يعني مثلا رئيس الحزب في فريق القضية الجنوبية، أنا كما قلت لك أني في فريق العدالة الانتقالية، أمين عام الحزب في فريق بناء الدولة، الأستاذ محمد في فريق الجيش والأمن، وهكذا يعني. هل ترى أن هذا العدد كافي؟ لا بالعكس، نحن في بداية يعني عندما صدر القرار يعني طبعا كانوا 7 وليسوا 8. كانوا 7 طبعا، ويعني الشيخ طبعا يعني وظيف لقائمة الرئيس. المهم إجمالي الأعداد المشاركين من حزب الرشاد 8 أعضاء، يعني يمثلوا حزب الرشاد. فنحن أول ما يعني صدر القرار طبعا قدمنا اعتراضنا، لكن قلنا لا بأس طالما أننا يعني حزب بادئ. أنتم ترون أنكم تستحقون أكثر من ذلك؟ ولكن مسألة التوفيق يعني نحن قلنا موازنة بحجم السلفيين في البلاد. يعني هل هناك إحصائية لديكم لكي تطالبوا بشيء أكثر؟ يعني إحصائية عدد السلفيين الذي تطالبون؟ الشعب كله سلفي. طيب هذا العدد الذي ترى أنه تستحقون أكثر من ذلك، ولكن مسألة حب الوطن والإيثار. نعم. رأيتم أنكم ممكن تتنازلوا عن بعض حقوقكم، وأيضا المشاركة والاستفادة. يعني احنا اعتبرنا هذا المؤتمر عبارة عن دورة كبيرة بصراحة في العمل السياسي وتأهيل يعني كبير، يعني تتعرف فيه على أشياء كثيرة، تتعرف فيه على يعني خبرات سياسية، على يعني مثل ما احنا في قضية العدالة الانتقالية والصراعات السياسية، فيعني استدعينا كثير من الخبراء في هذا الجانب، شرحت لنا كثير من المفاهيم، ففي هناك يعني استفادة. تجربة بالدرجة الأولى. تجربة بدرجة أولى. أيضا الشيء الثاني هو تسجيل يعني نقطة في الحضور وكذلك هناك يعني قضايا نحن نعتبرناها. الدرجة الأولى هي مسألة مشاركة في بناء وطن. أيوة، في يمر مساهمة. يعني أيوة، مساهمة أيضا، مساهمة من هذا الحزب في يعني صناعة القرارات الهامة بالذات يعني. أخي محمد، في فريق الجيش والأمن مررتم في أكثر من نزول ميداني، هل لكم أي رؤية مختلفة عن الوضع عن باقي المكونات لوضع الجيش القائم حاليا؟ أنتم ممثلين لحزب الرشاد. نعم. الجيش اليمني أولا منظومة ينبغي أن نفتخر بها. الجيش اليمني منا، من الشعب اليمني، ونحن منه. هو الذي يفترض به حماية السيادة، وهو يقوم بأدوار إيجابية عظيمة. نحن في حزب الرشاد نشيد بالأدوار الإيجابية التي يقوم بها الجيش، رغم الإمكانيات الضعيفة، رغم التي تسبب أحيانا تقصيرا، لكننا ننظر بإعجاب وإكبار للأجهزة الأمنية وللجيش اليمني كذلك. نعتبره خط الدفاع الأول عن سيادة الوطن، ونعتبره حماء البلاد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادته. ولذلك فإننا نشعر بالانتماء والمحبة لهذا الجيش ولهذه الأجهزة الأمنية في الأعمال الإيجابية التي يقومون بها. نعرف ونلاحظ أن هناك شيء من التقصير أحيانا، شيء من الملاحظات، بعضها بسبب قلة الإمكانات، بعضها بسبب سلوكيات خاطئة لبعض الأفراد،
أو بعض القيادات في بعض الأماكن. تكوين مثل هذه الأشياء للتصحيح. نعم، ولذلك نريد أن نكمل هذا النقص. لا نريد أن يتفتت جيشنا اليمني أو تتفتت الأجهزة الأمنية أو تنتهي أو تتلاشى، لا، نريدها أن تبقى، أن تثبت الأشياء الإيجابية فيها، وأن تكمل جوانب النقص، وإذا كانت هناك أشياء سلبية نريدها أن تنتهي. ولذلك حصل نزولنا الميداني لأكثر من محافظة، لحضرموت، لعدن، للحديدة، للاحج، إضافة للنزول المكثف في أمانة العاصمة في القوات الجوية والقوات قيادة وزارة الدفاع والأركان العامة والأمن القومي والأمن السياسي وأماكن كثيرة جدا. يعني قمنا بزيارتها عن طريق كثير من المجموعات وكثير من الأفراد في المجموعات من أجل تكوين صورة وتجميع فكرة، وأخذنا كثير من الوثائق كذلك درسناها بشكل كثيف وطلعنا عليها. استخدمنا خبراء لفريقنا، خبراء يمنيين وخبراء غير يمنيين من العرب الأشقاء ومن غيرهم. استمعنا للجيوش المتطورة كيف تعالج إشكالاتها، كيف تعالج الانقسامات. نحن نعاني من انقسام، يجب أن نعترف أن جيشنا اليمني يعاني من بعض الانقسامات بسبب حتى بعد الخطوات التي اتخذت مؤخرا. هذه الخطوات كانت خطوات عظيمة وإيجابية وأنهت جزءا كبيرا من هذه الانقسامات. ربما توجد في النفوس الآن بعض الأشياء، لكن الأيام إن شاء الله كفيلة بإنهائها. لذلك نحن نحاول أن نساهم في إنهاء الجوانب السلبية وتثبيت وتقوية الجوانب الإيجابية لجيشنا اليمني العظيم ولأجهزتنا الأمنية إن شاء الله تعالى. شيخ أحمد، أنت في الصراعات السياسية، متخصص في الصراعات السياسية في مؤتمر الحوار، الصراعات السياسية أليس كذلك؟ يعني ليس متخصص، ولكن أنا أقصد لست متخصص معناه، أنا أقصد أنك ضمن فريق نعم، ضمن الفريق الخاص بالصراعات السياسية. نعم. إلى أين وصلتم في مؤتمر الحوار الوطني بعد أن قطع نصف المسافة أو أكثر بقليل مسألة الصراع؟ ممتاز جدا. طبعا نحن بعد يعني تكوننا كمجموعة مصغرة في الصراعات السياسية. طبعا الإجراءات التي قمنا بها يعني منها مثلا قمنا مثلا بعمل خطة مصغرة للفريق. كذلك قمنا بعرض مفاهيم الصراعات، من أين نبدأ مثلا. قام كل مكون بعرض رؤاه في الصراعات السياسية. قمنا كذلك بعمل جلسات الاستماع يعني بعض الخبراء ومن مثلا وقعت عليهم مثلا بعض الانتهاكات. قمنا بزيارات ميدانية إلى الأمن السياسي وجلسنا معه والاستخبارات العسكرية، ونزولات ميدانية إلى تعز وإلى عدن. بعد ذلك قمنا بعمل تقرير عام حول عمل الفريق أو عمل المجموعة المصغرة. هذا التقرير المصغر صيغ ضمن تقرير عام للفريق، قدم بعد ذلك إلى الجلسة العامة الثانية. جميل. أكثر ما يدور في الأروقة وأكثر أعتقد ما ينتظره المشاهد أن يسأل الحزب الرشاد اليمني السلفي أو التوجه السلفي، كيف تنظرون إلى قضية صعدة بالدرجة الأولى؟ أين تقفون؟ هل قدمتم رؤى حول هذا الموضوع؟ أستاذ محمد. قضية صعدة هي مثلها مثل جميع القضايا التي يعالجها مؤتمر الحوار، وهي قضية ذات حساسية وأهمية بسبب الوضع الذي يجري فيها. صعدة جزء من الوطن، جزء من اليمن، ننظر إليها كما ننظر لأي مدينة أخرى، جزء من الوطن اليمني الحبيب الذي نريد له أن يكون آمنا مستقرا لا يتعرض فيه أحد للظلم ولا يتعرض للاضطهاد لأي خلفية، وأن تكون النظام اليمني، القوانين اليمنية يعني تطبق فيها مثل أي مكان آخر، يحق لأي مواطن يمني أن يعيش فيها، أن يتنقل. ولذلك فقد قدم الرشاد رؤيته. ما هو ملخص هذه الرؤية؟ ملخصها أن الإشكالية حسب وجهة نظر الرشاد في صعدة هي إشكالية حقوقية وأمنية
ويجب أن يكون يعني ينصف المظلوم من ناحية، وأن تبسط الدولة أيضا سيطرتها على جميع الأرجاء من ناحية أخرى. كان في هناك رؤية لجذور القضية، ورؤية أيضا لمحتوى هذه القضية وقدمت. أظن أن يوم غد إن شاء الله تعالى هو يوم طرح تقرير قضية صعدة، فريق العمل ما الذي توصل إليه، وسيكون أيضا التعقيبات من جميع المكونات إن شاء الله تعالى. نريد لصعدة أن تكون مثلها مثل أي محافظة في اليمن، تعيش أمنا واستقرارا وازدهارا ورخاء، لا يظلم فيها أحد ولا تكون فيها إشكالات، وأن تبسط الدولة سيطرتها على كل مكان بحيث لا يظلم أحد. ويمارس الحوثيون يعني حياتهم السياسية جميع كما يمارس المكونات. السلفيون فيها حياتهم العادية. كل المواطنين اليمنيين ينبغي أن يمارسوا حياتهم بحرية وباستقلال وتحت ظل الدولة اليمنية. هل لديك أي إضافة شيخ أحمد حول هذا الموضوع؟ لا ما فيش. طيب أستاذ محمد ناصر، كونك أحد أبناء المحافظة الجنوبية، ما هي رؤية حزب الرشاد لهذه القضية؟ طبعا رأي أولا ينبغي هناك في إجماع على أن القضية الجنوبية هي قضية عادلة بامتياز، والقضية الجنوبية طبعا حظيت باهتمام يعني كبير في مؤتمر الحوار الوطني، إذ هي القضايا، وحل القضية الجنوبية ينبني عليه حل يعني كثير من القضايا يعني حلول كثير من الفرق. طبعا حزب الرشاد يدعو إلى الحل العادل للقضية الجنوبية، ولديه طبعا رؤية وجذور من قبل. وأما بالنسبة للحل طبعا من المبكر أن يعني أن نتكلم عنه، لأنه سيكون في يعني في اللاحق. كيف يرى مستقبل اليمن بوجهة نظر حزب الرشاد؟ مستقبل اليمن نتحدث عن فدرالية كونفدرالية، مسألة هل لديكم رؤية محددة تم بلورتها أم أنكم ما زلتم في طور المناقشة؟ يعني مناقشة ودراسات إلى حد الآن لم تخرجوا بنتائج نهائية إلى الآن يعني. نتمنى جل. طيب هو طبعا الوقت أزف، وبقي لدي سؤالان. كيف ترون سير عملية الحوار الوطني؟ هل هي مرضية إلى هذا الوقت؟ بالتأكيد إن شاء الله سير العمل إلى الآن مرضي، وهو يعني ينطلق أو يتحرك بحسب الخطة المرسومة له. وجدنا في مؤتمر الحوار الوطني اجتماعا لجميع الأطياف والجلوس على موائد يعني متعددة في كل فريق. بدأت بعض الإشكالات السابقة، الأحقاد الكذا تذوب، صرت ترى الابتسامة بين يعني كثير من الأشخاص، زوال يعني شيء مما كان في الصدور. هذه بداية، أنا أعتقد أنها بداية جيدة إن شاء الله ومناسبة من أجل حل القضايا المعقدة في بلادنا. أنا متفائل جدا من المؤتمر، وأرجو من الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم أن يعين بلادنا على تخطي هذه الأزمات. لاحظنا أن كثيرا من اليمنيين يرغبون، أو معظم اليمنيين لنقل، يرغبون فعلا في أن تزدهر بلادهم، وأن تخرج من أزمتها، أن تخرج من هذه المشكلات، حتى نعيش ويعيش أبناؤنا من بعدنا حياة إن شاء الله مستقرة وكريمة في وطن يعني يحملنا جميعا. هذا الذي نريده ونرجوه إن شاء الله. نعم ذلك. كلمة أخيرة الشيخ، إذا كان في إمكاني، ولا أنه أريد أن ننوه، لأن حزب الرشاد هو أعتقد أكثر المكونات السياسية حضورا وعدم التغيب والالتزام. بارك الله فيك. طبعا أنا يعني لو تسمح لي أن بما تقدمت به أنت قدمت به هذا البرنامج، أن هذه الحلقة يعني تنعقد في حال انقطاع الكهرباء. طبعا نحن طبعا في الحمد لله في عاصمة اليمن الجو يعني نسبيا يعني لا نشعر عندما يحصل هذا الانقطاع، لكن هناك في كثير من المناطق، بالذات منطقتي التي أنا أعيش فيها، مثلا منطقة لحج وعدن وكذلك مناطق الحر وكذلك الحديدة وغيرها، أثناء يعني ما يحصل، أنا زرت المنطقة قبل أيام، فوجدت مثلا انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة بما يعادل 12 ساعة في جو حار
ويعني يعني الناس يعني يشعرون بحق ايش معنى كلمة انقطاع الكهرباء. نتمنى ان شاء الله. هذا بس بالنسبة يعني يعني ماذا يعني أضيف إلى ما تقدمت به أنت في المقدمة. أما بالنسبة لمؤتمر الحوار فنحن نأمل من الله عز وجل أن يتم بخير ولا نطيل. أنتم متفائلين إن شاء الله؟ إن شاء الله في الله عز وجل. نعم إن شاء الله بجهودكم وجهود أمثالكم من المخلصين لهذا الوطن إن شاء الله سوف تسير سفينة الوطن إلى بر الأمان بمشيئة الله تعالى.